هنعمل مع بعض الغريبة الناعمة، وفعلًا هي ناعمة جدًا وطرية جدًا ودايبة كده في البُق دوب، زي ما إحنا شايفين بجد حلوة جدًا وما بتاخدش معانا وقت خالص، خالص، يعتبر أسهل حاجة من الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها هي الغريبة. هنشوف دلوقتي بتتعمل إزاي، وكمان هنقول هي ليه بتشقق معانا، وكمان ممكن تغمق بسرعة، وهنقول السوا بالضبط بتاخد معانا وقت قد إيه. يالّا بينا بسرعة علشان نشوف بتتعمل إزاي، بس يا ريت ما ننساش نشترك في القناة. أول حاجة معانا 4 كوبايات من الدقيق، يا ريت الدقيق يكون بتاع حلويات وطبعًا منخول كويس، وتاني حاجة كوبايتين من السمنة البلدي صفرا بقى أو أي نوع سمنة أنتِ بتستخدميها، وبعد كده كوباية من السكر البودر، السكر البودر برضه لازم يكون منخول كويس. حطيتهم مع بعض في البولة، وبعد كده باعملهم الأول بالسباتولا علشان خاطر السكر ما يطيرش في وشنا، وبعد كده بقى خلاص بالمضرب، يعني حاولي على قد ما تقدري بالمضرب لحد مدة ربع ساعة. حتى لو كانت الزبدة أو السمنة صفرا لازم برضه تلاقي قدامِك اللون الأبيض ده. طبعًا أنا حطيت معلقة صغيرة من الفانيليا وده بيكون اختياري، يعني لو مش عايزة تحطي مش هيأثّر معاكِ، ورشة ملح صغيرة، يعني رشة الملح الصغيرة ومعلقة الفانيليا ده بيكون اختياري. تمام، أنا حطيت دلوقتي الدقيق، بس ما حطيتوش كله علشان خاطر أنا باحب برضه أشيل حبة صغيرين، ما اضمنش ممكن يكون الدقيق بتاعي مش محتاج إن أنا أحط كل الكمية عشان ما ابوظش الوصفة. بس أنا في الآخر حطيت كل الدقيق، وكمان حطيت حوالي معلقة ونص من الدقيق، تمام، يعني أنا بالنسبة لي على ال4 كوبايات الدقيق حطيت معلقة ونص تاني، وبرضه كل واحد على حسب نوع الدقيق بتاعه. بس، وزي ما قُلنا إن إحنا مش بنملّك الدقيق العجينة بتاعة الحلويات بعد ما خلّصتها وبس. طبعًا إحنا عارفين إن الغريبة في طبيعتها بتلزّق شوية. إحنا دلوقتي حبّيت إن أنا أجرّب، لقيتها فعلًا مش مشقّقة معايا، ودوست برضه بصُبعي كده، برضه ما شقّقتش معايا. خلاص كده غطّيتها وحطّيتها في التلاجة لمدة ربع ساعة، وبعد كده باجيب بقى وباعملها بالكورة الصغيّرة، يعني ممكن تكون قد صفارة البيضة الصغيّرة لو ما عندكيش ميزان، تمام، أنا باعملها قد كورة قد صفارة البيضة الصغيّرة. وبعد ما هاعملهم كلّهم هنشوف دلوقتي تكملة الوصفة. طبعًا إحنا هنشوف دلوقتي الكمية اللي طلعت لي عشان تكوني برضه عارفة أنتِ لو عايزة تعملي الكمية قد إيه، وأنا هاكتب في صندوق الوصف الكمية بالجرام كمان، الكمية اللي إحنا عاملينها علشان خاطر تشوفي أنتِ حابة تعملي قد إيه. دلوقتي أنتِ لو عايزة تزينيها تمام، مش عايزة تزينيها مجرد بس بإيديكِ تدوسي عليها بس تمام وخلاص. عايزة أقول لِك كمان لو حابة تعمليها بكاكاو، لو أخدتِ نُص العجينة دي هتحطي ربع كوباية من الكاكاو الخام، وهتحطي معاهم معلقة واحدة من الزبدة، مش هينفع ما تحطيش معلقة الزبدة علشان خاطر لو حطيتِ الكاكاو لوحده هينشف معاكِ العجينة. دلوقتي بقى لو عايزة تعمليها بحاجة تانية ممكن تحطي بيستاشيو اللي هو الفستق المطحون، وكمان بس دوّة مش بنحط له أي زبدة علشان خاطر طبعًا هو أصلًا مليان زيوت. وبكده خلاص دلوقتي زي ما إحنا شايفين هنعمله بالقمع الصغير اللي هو بتاع البيتي فور، تمام، طلع شكله حلو جدًا، جدًا، بس مش بندوس للآخر برضه نخلّي بالنا. ودلوقتي التسوية طبعًا إحنا عارفين إحنا مشغّلة الفرن دلوقتي على درجة حرارة 150. الصراحة لمّا باجي أسوي الحاجات دي أنا مش باطلع من المطبخ خالص وباكون واقفة لها، علشان فعلًا أخدت معايا بالضبط الصينية 5 دقايق، صدقوني ما خدتش أكتر من ال5 دقايق، ولو سِبتها شوية ممكن كانت معايا بقى تبتدي إن هي تبقى غامقة، اللي هي تصفر شوية، ولو اصفرت عرفنا خلاص إن هي بدأت إن هي تنشف، وكمان هتبتدي إن هي تشقق معانا. هو ده سر إن إحنا نخلّي البيتي فور ما يشققش معانا، ما نطوّلش عليه التسوية، تمام، بنخلّيها فاتحة وجميلة زي ما إحنا شايفينها كده، وفي نفس الوقت بتكون ناعمة جدًا وطرية، وبجد حلوة جدًا. لو جرّبتوا الوصفة دي مش هتلاقوا فيها بصراحة غلطة، الحمد لله. وبكده خلصت وصفتنا، ويا رب تكون عجبتكم، ونتقابل إن شاء الله في وصفة جديدة في أكلة بمزاج مع توتة، بس يا ريت ما ننساش نشترك في القناة.